اهلا وسهلا بحضراتكم وامسيه كرويه جديده من قهوه فايق. شويه كلام رايق النهارده، احب اختم يوم الثلاث ده بقهوه كده، ايه نقعد ندردش فيها ونتكلم فيها في الكوره. في النهارده القهوه رايقه وفايقه، ونجومنا اللي مشرفينا ومنورينا النهارده وحشنا بقالنا كتير قوي ما شفناهمش، وعلى راسهم الكابتن محمود فايز العائد الينا من بطوله الامم الافريقيه، حيث كان في تجربه او في رحله عمل مع الكاف. فحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا ابراهيم، فرحان بجد ان انا رجعت لكم تاني، وسعيد طبعا مع الزملاء كلهم، وكنت وحشني كتير والله، والساده المشاهدين طبعا. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا ابراهيم والله. اللي وحشنا قوي 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 شادي حبشي يا ابو الشد. حبيبي يا هيما، اخبارك يا ابو الشد؟ صدقني والله العظيم وحشنا جدا جدا، مكسر الدنيا دايما يا هيما. حبيب قلبي. دكتورنا العظيم دكتور احمد ثابت. يا دكتور ثابت، زي الفل. اخبارك ايه؟ الحمد لله كله زي الفل. كله زي الفل. عايز اقول لك على حاجه، كل اللي فات اشاعات. الجينيوس والشابوني اخوات. الحمد لله على السلامه، والله انا مبسوط والله. معاهم جنب بعض كمان. منور الدنيا. سحبت المحضر وتراضيت. والله منور سحبت الدنيا. المحضر. والله يا ابني انت عني؟ انت حبيبي. خلاص اتواصل بعد كده، روح اقعد عند عم مصطفى ورا. حاجز لك الكرسي. اخويا والله انا جاي اقعد جنبه، انا جاي لك. انت وصل لك اللي حصل؟ اه طبعا يا باشا. اعترض بشده طبعا. وبلغ اعتراضه لعبد الباسط، وعشان هي ماشيه بالكوسه طبعا بعد ما اسمك ما نزل ان انت موجود في البرنامج شالوك يا ابني. ما هو شالوك من البرنامج. انا برضه ما كنتش عارف مركزي في القهوه. اه هي ادميه. انا اللي معاك في ادميه وفي رتب. انا برضه خبطت تخبيطه مش بتاعتي، فانا كان لازم ارجع. قرصت ودني واتلمت الحمد لله. عرفت مركزي فين. قبليك خبط مع كان في شادي عمر مثلا، راحوا. انما الراجل ده قديم. خبط مع شادي خبط في مع الجديد شادي. منه كده. بالظبط. ما تقومش مخبط ده مسلك قديم. مع عبد الباسط. ما انا خلاص فهمتها بقى. خلاص عرفتها الدنيا زي الفل خلاص. عارف انت الزبون القديم اللي بيبقى معاه الريموت؟ انا معاه. ده اللي بيشغل ام كلثوم في القعده بتاعت القهوه. قاعد انا الناس عايزه تتفرج على مش خلصنا هذا الماتش انت وهو؟ بتفرج على ريال مدريد وانا جايب بقى كومو بيتفرج على كومو. انا صاحب الريموت. ازيك يا عمر؟ الحمد لله. انا صدقت الموضوع. يعني انا عاجبني ان انت مصدق. بس هي حلوه، عجبتني قوي والله بجد. لو قعدتوا جنب بعض الشاب ده حبيبي. انا حاجز له انا ما اعرفش ده لسه في فواصل دلوقتي وفي ترابيزات هتطير. اسمع. لا والله العظيم يا جماعه 100% يا باشا. عاملين حلقه حلوه والقهوه جميله وانتوا جمال والدنيا لطيفه. وخليني عزيزي اللي مش عم حسن. حبيبي يا ازيك يا كابتن. عمو؟ عامل ايه يا كابتن؟ عامل ايه يا عم حسن؟ وحشني والله يا كله زي كابتن. الفل؟ نعم وفضل. ماشي ريبي النهارده على حسابي. حبيبي يا كابتن. ازيك يا درش؟ اخبارك يا درش؟ في نعمه والله تمام. على حسابي برضه. نظبط يعني. خلاص ان النهارده بضحي، انا خلاص. مبسوط النهارده فالنهارده هضحي. ماشي خلاص اتفقنا؟ ماشي. ماشي الكلام. طيب عايز اقول ايه بقى؟ نخش في تفاصيل في الديتيلز على طول، عشان خاطر عارف الناس كتير مهتمه بموضوع حط على الشاحن شيل من على الشاحن، القصه ماشيه ازاي في النادي الاهلي، وهي مستجدات ومتغيرات كتيره جدا جدا. الحقيقه دي طبيعه الشغلانه دايما في موضوع الصفقات والانتقالات، ولازم تبقى عارف كويس قوي انه متغيراتها سريعه، متغيراتها سريعه جدا جدا. طيب عدد واحد خبر انا نزلته لك على صفحتي على تويتر وعلى فيسبوك من شويه. اخبار السريعه ما برضاش استنى عليها لوقت البرنامج، انما اشيل لك التفاصيل. هادي رياض خلاص لاعبا في النادي الاهلي، الراجل حصل على الاستغناء بتاعه، المساله خلاص خلصانه. هادي رياض لاعبا في النادي الاهلي، وده واحد من ضمن الاهداف المهمه جدا كان بالنسبه للنادي الاهلي، ومعول عليه كتير في جزئيه تواجده. طيب النطق الصحيح لمهاجم الاهلي المنتظر هو كاموش، مش كاموس ومش كاموس، هو كاموش. ماشي كده؟ يلسن كاموش، يلسن كاموش. بنسبة 98% سيكون مهاجم النادي الأهلي، والراجل ده جاي من فريقه في النرويج على سبيل الإعارة، على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور في النادي الأهلي. وبعد ال6 شهور هيشوف بقى النادي الأهلي إذا كان يشتريه ولا لأ، لأنه في بند برضه بين الشراء، وده كان مجهود كبير جدا في الجزئية دي علشان الأهلي يبقى شايف كويس. ارقامه والحاجات دي كلها طبعا من ساعه ما احنا ما قلنا الناس كلها اشتغلت عليها وشافتها واتكلمت فيها. جزئيه مهمه جدا عشان برضو تبقى انت عارف مهاجم كويس، مهاجم كويس يتبني عليه كويس، وهو فوق السن. كان بيتفرج على ماتش الاهلي النهارده، متابع كويس لماتش الاهلي النهارده، والصفقه بنسبه 98% تقدر تعتبرها خلصانه.
مفيش حكم على ولا صفقه من الصفقات اللي جت في النادي الاهلي الا لما تشوفها في الملعب. على صعيد الاداء الفني النهارده للاهلي قدام وادي دجله، الاهلي فاز على وادي دجله ب3 اهداف مقابل هدف. انا واقف جدا جدا عند امام عاشور. انا واقف جدا عند امام عاشور يا جماعه. امام لعيب، مش يعني كلمه لعيب كبير دي كلمه قليله، لكن هو لعيب بيتجمع فيه مجموعه مفردات تكاد تكون للاعب شبه متكامل. هو اللاعب الشرس جدا، المهاري جدا، مهاري بس مفيد، شرس بس عنده مرونه، اداؤه فيه متعه، الكوره في رجليه ليها تمن غاليه، وتحس ان هي طالعه تعمل ميشن، يعني رايحه اجيب جول، انا رايح احط واحد في انفراد، هو بقى شطارته وهو ذكائه وهو طريقه، او انا رايح داخله الجون اخد الجون بالحضن. هي في حاجه، يعني هي هتطلع من رجل امام عاشور رايحه تعمل حاجه، ما هيش طالعه كده والسلام وكده. واظن ان امام بدنيا مش جاهز بنسبه 100%. النهارده والراجل وهو بيغيره حاسس ان امام متضايق. انا احساسي انا اللي مش مبني على اي معلومه خالص ان امام متضايق ان هو خارج، مش عشان خاطر هو متضايق للتبديل، هو ما كنت سيب نلعب شويه، عارف في حجز كوره كده مع اصحابك يعني ايه مضطرين نخرج واحد غصب عننا وعلشان خاطر ننزل ناس تانية تلعب، فيا جماعه تسيبوني 5 دقايق كمان. طب بس انا مبسوط، هو كده تحس ان امام شويه بتسيبني يا جدع شويه، طيب ما انا مبسوط والدنيا حلوه وبستمتع كده. اداء النادي الاهلي النهارده كان اداء قوي جدا جدا حقيقه. وادي دجله استطاع انه يسجل هدف من الاهداف الحلوه قوي 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 اللي جت في الدوري، لا يسال عنها ابدا 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 ابدا. محمد الشناوي اللي كان كالعاده ثابت رغم كل الكلام الكتير اللي بيتقال. هنتكلم بقى في تفاصيل كتير جدا جدا فنيا، انما خلونا ناخد اللقطه بتاعت كاموش، نعرف ايه قصه الراجل ده، اخباره ايه، الدنيا ماشيه ازاي من كباتنة. ممكن ابتدي معاك يا ثابت؟ ماشي. عشان احنا كنا بنتكلم قبل الهوا، فقلت لنا مجهز له شويه ارقام. ماشي. هل هو اضافه بالنسبه للنادي الاهلي ولا لا اذا تمت الصفقه ولا مش اضافه؟ لا طبعا اضافه. اولا هي الشطاره ان النادي الاهلي يعني ان شاء الله لو الصفقه تمت باذن الله رسمي، الشطاره ان النادي الاهلي جايبه اولا اعاره دي يعني انت بتجربه في ال6 شهور وبعد كده بتفعل بند الشراء، لان الاهلي برضو قبل كده جاب كذا مهاجم بمبالغ كبيره ما نجحتش، فان انت تجيب مهاجم تجربه الاول معاك على تجربه دي حاجه كويسه. نيجي بقى لقاموس، الراجل نفسه يستروب كان عايز مهاجم متحرك، بيدور على مهاجم متحرك. تراهني لو الصفقه دي خلصت انت مش هتقول بعد كده كاموس، هتقول كاموش. بالبرتغالي كاموش. كاموش بالبرتغالي كاموش. هو انجولي برتغالي. هي نطق صح مليون في المية كاموش. يبقى انا جايب المعلومه من بلاد بره. يعني واضح اهي، واضحه. طب انت تقدر تفهمها بقى، دي معلومه جايه من ايه؟ من بلاد بره مش جايه من هنا. بالاسباني كاموس. شفتني انا بعمل كده؟ بالبرتغالي كاموش. ماشي صح 100%. لازم مش دي. اي خدمه. فهو هداف بقاله سنتين بيجيب 13 جون. السنه اللي فاتت لو نستعرض ارقامه معانا، السنه دي جايب 13 جون في الدوري النرويجي. قدامنا هو لعب 19 ماتش. الدوري النرويجي يعتبر دوري قوي برضو. 19 ماتش اساسي، 6 بديل، جايب 13 هدف، عامل 7 اسيست. بص بقى على كلمه 20 فرصه. ده مهاجم متحرك بيشغل زمايله، مهاري، نوعيه المهاجم اللي هو في الواحد على واحد كويس ومتحرك. مش المهاجم اللي هو المحطه قوي، لا هو المهاجم المتحرك اللي بيشغل زمايله وبيتحرك على الاطراف بشكل كويس، بدليل ان هو صانع فرص 20 فرصه، عامل 48 محاوله منهم 18 محاوله صح، المراوغات الناجحه 19، وده رقم بياكد ان هو عنده الحل الفردي في الواحد على واحد. حصل على اخطاء 16 خطا، الرقم ده مش كبير، بيدل ان هو يعني مش المحطه، هو المهاجم المتحرك نفس الستايل اللي طالبه يستروب عشان يشغل القادمون من الخلف. امام عاشور، زيزو، بن شرقي، تريزيجيه، هو عايز نفس النوعيه اللي طلبها برضو مروان عثمان، نفس القاموس، نفس النوعيه يعني. حتى فاز بالتحامات هوائيه 26، فاز بالتحامات ارضيه 54. فانت بتتكلم برضو مهاجم. السنه اللي قبلها عمل ايه؟ كان في الدوري السويدي جاب 13 جون، يعني عنده ثبات في المستوى. راح الدوري السويدي جاب 13 جون، الدوري النرويجي 13 جون، في الدوري المصري اكيد النادي الاهلي لسه هيشوفه بقى، لو نجح يقدر ان هو يفعله. لكن كامكانيات المهاجم، هو اولا مهاجم بروفايل، مهاجم قوي، طويل القامه، قوي بدنيا، بيستلم تحت ضغط بشكل كويس، مهاري، بيقدر يكمل. يعني احيانا اتفرجت له على بعض المباريات، احيانا كان بيشتغل كمهاجم فرده شبه وسام ان شاء الله يبقى هو طوله قد ايه يا احمد؟ لا انا هنا مش بقول مش الستايل،
الطول انا بتكلم في التهديف. اقرب أي حاجة حد، و80. اقرب بروفايل شبه كاموش ده شبه مين؟ بس على اسرع شويه. يلا. جونيور اجاي. برافو عليك، صح. والله شبه جونيور هو أجاي. لعيب الكوره قوي. انا بصراحه عندي مشكله مع جونيور اجاي. ايه هي؟ عارف كنت بحس ان هو صواميله مفكوكه. بحس انه نايم شويه لا بس هو لا يا هو مهاري بس ممكن اقول مثال تاني معلش؟ بحس ان هو في حاجه كده في حاجه اديبايور ها؟ بتاع الأرسنال. اديبايور حاجه كده صح. ايوه لعيب إديبايور مهاري قوي بتاع بصراحه. الأرسنال. والله آه. ماشي. هو شبه اديبايور بتاع الارسنال. في ناس زمان كده. كتير يعني بتحب اجاييه، فانا ما هو تاخدوش أجاييه. رايي يعني ان هو لا، يعني لا، عادي، انا بقول اي حاجه يعني. تمام. فهو لا هو مهاجم متميز، وان شاء الله يعني نشوفه كده مع النادي الاهلي ويفعل بند الشراء بعد كده. اكيد برضه حته الاعاره دي بتدي للاعب الرغبه ان هو يطلع كل ما عنده. عظيم. عايز تقول حاجه مش هادي عسل؟ يعني توحشنا فلازم تتكلم انت. توحشنا هيما والله. اولا عايز اتكلم على حته في الاول اللي هي حته الاعاره. يلا. في ناس كتير ممكن تشوفها حاجه سلبيه، انا المره دي بالذات شايفها حاجه ايجابيه. انا كنت مره معاك هنا يا ابراهيم واتكلمت في ان يعني احنا تاريخيا الاهلي في حته الاجانب دي احنا مش ماشيين كويس بصراحه. ماشي. فكفايه بقى تجارب، وكل مره نتدبس في مليون و2 مليون ونص مليون وافسخ واعمل وبتاع. خلينا نجرب الراجل هيتاقلم مش هيتاقلم. ماشي. والله تاقلم حلو جدا، فعل بند الشراء. ماشي. فدي اول نقطه، انا شايف ان دي حاجه كويسه، ويا ريت بعد كده نبقى بنتحسس قوي، لان المبالغ اللي بقت تدفع بقت يعني اذا ما كانش اللعيب ده لعيب شفناه بعينينا في دوري ابطال افريقيا في حد مضمون نتحسس. فانا شايف دي خطوه كويسه. هو لعيب، خاصه ان الاهلي حاطط بند الشراء، فدي كويسه. يعني لو بقى جامد فانا مش هرجع اتفاوض. انا حاطط البند ان هدفع قد كذا. مبروك انا اشتريت. ولو مش جامد خلاص بقى البقاء لله. بص على الحضن بقى خلاص. بالظبط. في خلاص دفعت 6 شهور وخلاص. فين بقى مروان عثمان؟ بتضحك على ايه؟ في اول مره بتضحك يا ثابت، ده انا مش مصدق نفسي. الحاجه الثانيه، الولد ده اولا متاسس في اكاديميه سبورتنج لشبونه في البرتغال، ودي اكاديميه من احسن اكاديميات العالم، فدي حاجه تطمن الجمهور شويه. تاني حاجه لما قريت كده شويه، الولد ده كان عنده تجربه قبل كده وهو صغير، راح انجلترا، عيلته راحت انجلترا عاشت هناك، بعدين رجع تاني البرتغال. هو اللي رجع بمزاجه على فكره، كان عايز يلعب في البرتغال. التجربتين اللي عملهم بره البرتغال، تجربتين في السويد وتجربه في النرويج، الثلاث تجارب تهديفيا هم ناجحين. في موسم هو اخذ هداف الدوري الدرجه الثانيه في السويد، كويس، جاب 22 جول. فاذا انت جايب واحد مش مثلا كان في سنه نايم فيها، لا الثلاث سنين الاخرانيين ليه في احترافه في السويد والنرويج ارقامه جيده. كويس. ثالث حاجه، انت مشيت على الكتاب المره دي. لان انا برضو سمعت زي ما ثابت قال ان المدرب كان طالب فيرود مش ستايل وسام اللي هو التارجت، لو عايز لعيب بيسقط شويه عشان يلعب يكون هو محطه اللي بيلعب زمايله. فانت مشيت على كل حاجه. ماشي. انا اتفرجت كتير عليه، اتفرجت جوان كتير عليه، كنت بقعد اتفرج على الملخصات. لحقته يا جماعه. ما هو اسمه لا اسمه مطروح قبل كده. مطروح بقاله فتره بيطرح وبعد وقرب وبعد في كتير قوي الفتره الاخيره. لا ما اصل في راح وجه، وبعدين ايه في نقطه تلاقي كده، ما اعرفش انت خدت بالك منها ولا لا يا شادي، عندي حصلت في البرنامج بالصدفه كده. بالصدفه، انا بحب ابقى صريح والله العظيم يا جماعه، بنتواصل معاه. حلو كده مع الولد. ايوه. اوكي. فريق الاعداد كلمه. ايوه انا عندي فريق اعداد مرعب. واو. والله العظيم عندي يعني. دي حقيقه. بس واو. انا لما بقول عليهم مرعبين بيعملوا غلطه في البرنامج. والله بتحصل دايما في نفس الحلقه بيعملوا حاجه غلط، مش عارف. ربنا يستر ان شاء الله مش هيحصل حاجه يعني. اتواصلوا معاه، فقال لهم انا هعمل معاكم زوم بكره. كان هو الولد بدا يبعد خلاص، فانا هعمل معاكم زوم بكره. فجينا بكره بقى اللي هو كان من كام يوم، فقالوا له طيب النهارده احنا نتواصل. فهو الواد كان صريح جدا جدا، قال لهم ايه؟ قال لهم وكيلي قال لي مش هينفع اتكلم دلوقتي لانه المفاوضات موجوده وساريه لحد اللحظه دي. فهم زمايلي في الاعداد بيقولوا لي البتاع ده، فقلت لهم طيب ماشي يعني مش هخش معانا. قالوا لي مش هخش معانا. قلت لهم طيب عملتوا بقى خبر بده؟ فقالوا لي لا ما عملناش. قلت لهم ده خبر. ما هو ده خبر. يعني ده خبر. الراجل بيقول له والله حصل ولا ما حصلش يا سيد؟ حصل ولا ما حصلش؟ فقلت لهم ده خبر. الراجل بيقول لكم ان المفاوضات شغاله، يعني ده خبر في حد ذاته. فيلا بينا يا جماعه، ده خبر قدام الناس، المفاوضات شغاله. فالناس بقى عندها معلومه ان هو قرب وبعد، بس هو اقرب للنادي الاهلي اكتر من اي وقت مضى. انا عايز اسالك بقى في جزئيه، بس هخليك للاخر معلش اذا زنت لي. طبعا لان انت جاي من رحله احتراف. طبعا. فانا عايز اعرف انت كنت بتعمل ايه؟
حاضر اللي انتوا كنتوا بتعملوا هناك ده انا عايز اعرف. حاضر. ازيك يا استاذ عمر؟ الحمد لله. هادي رياض، عمرو الجزار، يوسف بالعمري، مروان عثمان، احمد عيد. خليني اسالك على مروان عثمان النهارده، شفته ازاي؟ قيمته ازاي من وجهه نظرك؟ مروان اصلا مهاجم لافت من وهو في سيراميكا. ميزه مروان انه نضج في سيراميكا بالراحه. عارف اللعيب اللي بيطلع صغير فبيتحط عليه اضواء بدري فبيتحرق، ده ما حصلش مع مروان. مروان بيشارك بالمناسبه مع سيراميكا من بدري، يعني مش السنه دي بس ولا السنه اللي فاتت، من السنه اللي قبلها. وبياخد دقايق وبيلعب جناح. كابتن علي ماهر وثق فيه بشكل كبير جدا ولعبه السنه دي اكتر من مباراه بشكل اساسي، لحد اما لفت الانظار للاهلي وبيراميدز، والاهلي قدر ان هو ياخد مروان ل6 شهور الاعاره. هدفه النهارده انا بشوف ان هو مهم جدا جدا بالنسبه له، لان هو خد بالك اي لعيب في النادي الاهلي بيخش ضغط في النادي الاهلي مرعب. مرعب. ولما تتكلم مع لعيبه لم يوفقوا، هو بيقول لك انا بعمل كل حاجه، بس الهفوه بتتحسب عليا. ده الفرق ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك بالمناسبه واي نادي تاني، لان انت في النادي التاني ممكن تعمل 7 8 غلطات في الماتش محدش ياخد باله، بس في النادي الاهلي انت هتعمل غلطه واحده بالظبط، هي دي. باص واحد غلط، هي دي. فرصه واحده هتضيعها، هي دي. فبيبقى محتاج اللعيب الجديد اللي رايح الاهلي او رايح الزمالك ان التعارف يكون بدري عشان الناس ما تفقدش فيه الثقه. فده اللي عمله مروان النهارده. انا بشوف ان مروان مهاجم كويس جدا قوي جدا. يعني بتدخل برجلك اليمين بتفرق قوي لما تبقى محجره قوي وتقعد لها فتره، فالناس بتحس ان بريق الصفقه نفسها بدا يروح. مش هو ده. يبتدي يفقد الثقه، يبتدي بقى نلعب مع بعض رحله الشك. الله ينور، رحله الله ينور عليك، هي دي. انا عايز يا جماعه اقول لكم لعيب كويس. يعني انا محتاج ان انا اقول لكم ان انا لعيب كويس. فانا اقول لكم اقول لكم ان انا لعيب كويس ازاي؟ ما هي مش ماشيه، لان المهاجم لازم يهاجم وبيعمل ايه؟ يجيب اجوان بس خلاص. بس خلاص جدا سهله في القاموس. هي اللعب في النادي الاهلي لعب صعب جدا. مروان النهارده عمل التعارف مع النادي الاهلي، او بالمناسبه المباراه الاولى برضه في افريكانز لعب ماتش كويس وعمل اسيست حلو، وعمل اسيست كويس، بس النهارده جاب الجون فعمل الهوم ورك بتاعه. انا بشوف ان هو لعيب محتاج الهدوء ده، محتاج الدخله دي. هو بروفايل مناسب برضه ليستروب. كاموش لو جه ممكن يبقوا هما الاثنين في تنافسيه كويسه، الاثنين اعراض، فالاهلي يبقى عنده رفاهيه اختيار مين اللي يكمل. ده مهم جدا. هو بس النقطه اللي هنا على كاموش وعلى مروان او اي مهاجم هيجي النادي الاهلي، هو ليه وسام ابو علي نجح؟ ليه وسام نور؟ رغم ان انت هتبص هتلاقي ان امكانيات وسام. ليه؟ قول لي. ما انا هقول الاجابه. ما انا هقول لك والله جدا. لان في عامل مهم جدا جدا في المهاجم، وهو ممكن اقوله بالانجليزي وبعد كده ترجمه. يلا. الكونفرجن ريت، اللي هو تحويل الفرص لاهداف، معدل تحويل الفرص لاهداف. وسام معدل تحويل فرصه لاهداف عالي جدا. فالاهلي ما عندوش رفاهيه انه يجيب فرود يضيع كتير ويجيب. ايوه. وسام كان بيروح باثنين فيهم واحده جول. ايوه. بيروح بثلاثه فيهم 2 جول. صح كده. صح. راح في ماتش بورتو ب3 كور جاب 3 اجوان. فهو الفرود اللي في الاهلي. ثانيه واحده بس، ثانيه واحده. لا 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 لا. ايه؟ وحيد بدأ يشتغل يا جماعه، كريم بدأ يشتغل، فانا مش مصدق نفسي. بلطش بجنب عيني كده، لقيت الكريم جاي من تحت كده، وريهاني كده تاني كده. ايوه ايوه، يا خبر ابيض. مجهود جبار ده والله العظيم. بنسقف كلنا لوحيد احسن مصور كريم لاول مره يشتغل على مدار 2 انا مبسوط جدا جدا يا وحيد. كمل. فالمعدل ده المعدل ده هو سبب او سر نجاح وسام ابو علي. كل المهاجمين اللي بيجوا النادي الاهلي هم مهاجمين مجتهدين. هو بيتحرك زي جراديشار، في على لغط كتير جدا. ليه جراديشار في اول مباراتين كان منور جدا؟ عشان الكونفرجن ريت بتاعه في اول مباراتين جاله 3 فرص جاب 3 اجوان. لو تفتكر مباراه بيراميدز والمباراه اللي بعديها. فبدات الجمهور يتوسم فيه خير، لكن على اللونج تيرم لقينا ان الراجل ده بيضيع كتير. هو كويس على فكره مش وحش، بس بيضيع كتير. لا انا ما عنديش الصبر ده. وسام ما كانش كده. فالحكم على المهاجم اللي جاي على النادي الاهلي يعني نصبر عليه شويه، عشان هو مش كل المهاجمين هتخش دخلة وسام. شابوني، عايز اسالك سؤال فيما يتعلق باذا تمت الصفقه بتاعه كاموش وجه النادي الاهلي مع تواجد مروان عثمان اللي النهارده بيسجل، مع تواجد محمد شريف، وموجود لحد اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي جراديشار. هل بتشوف انه من الطبيعي انه يخرج جراديشار؟ هل من الممكن انه يخرج محمد شريف؟ رايك ايه في مروان عثمان؟ خليني اعرف اجمالا. نبدا بمروان عثمان. خد راحتك. انا ما فيش اي حاجه. انت خد راحتك. مسؤول مع اليانسون بقى، ادينا فرصه. خد راحتك. خد راحتك حبيبي. اديتك الامان. كان في تفصيله النهارده في اولا مروان عثمان ما بتبدا مع الاهلي، اللعب بتاع الاهلي
هيبقى شبه شويه اللي كان بيحاول يعمله علي ماهر، الكابتن علي ماهر مع سيراميكا، ان اللعب ما فيهوش مساحات كتير. فرقه تمسك الكره كتير، متوقع الفرقه تقعد تحت الكره، فهو اشتغل كتير في مساحات ضيقه. الشغل في مساحات ضيقه عايز يبقى اللعيب عنده وعي بالزمان والمكان وشايف زمايله. كان في مثلا تفصيله بدات ان وادي دجله رهانات الكابتن محمد الشيخ ان هو فريق جريء بيمسك الكره كتير بيضغط، ده حطه في مكان متقدم في الدوري. لكن النهارده الافكار دي ودت الماتش للاهلي. الاهلي لعب ان هو غلط وادي دجله في التحضير، سيستم البريس بتاع الاهلي كان كويس، بس التحضير بتاع الاهلي كان بيحاول لما بيطلع ناحيه اليمين توصل الكره عند محمد هاني يبدا يرفع عينه ويلاعب زيزو. لما زيزو بيستلم امام عاشور كان بيبقى واقف ناحيه الشمال، فزيزو ما كانش بيطلع له بسرعه مروان عطيه او ديانج، فما كانش بيطلع بالكره كتير. في لقطه كده شفتها في الدقيقه تقريبا كانت 10، نزل مروان عثمان في رمي التماس، عمل انطوف مساحه ضيقه جدا، طلع زيزو، دي ادت له ثقه، اتصرف بسرعه ما طولش بالكره تحت رجليه، لمسه ولعب وصل الفرقه. تفصيله ثانيه، مروان عثمان كنت مستني اصلا لعيبه الاهلي تلعب معاه اكتر. من الهجمات اللي الاهلي ضغط على وادي دجله وغلطه، والكره اتلعبت من امام لمروان عثمان، كان بياخد تريزيجيه ساعات الباك تفضل مساحه على الطرف، كان بيتحرك فيها مروان عثمان، الكره جات له في مساحه مزنوقه بين اثنين، دخل رقص الاثنين وحط الكره بالمقاس لديانج. خد ثقه في الكورتين دول. هو ما خدش الكره كتير، لكن لما بياخد الكره ما بيطولش بدون داعي وبيتصرف بسرعه. كويس. فدي كانت ميزه كويسه جدا. الحاجه الثالثه في مروان عثمان الضغط. كان في كوره النهارده السيستم كان في مروان عثمان وامام عاشور بيروحوا يضغطوا، وكانوا ساعات الاهلي بيبدا يقدم الضغط بتاعه طول ما تريزيجيه واقف حامي قلب الملعب شويه، لان طالما امام دخل بقى في موقف 3-2 في قلب الملعب، فكان مهم ان تريزيجيه يقف شويه قريب من مروان وديانج عشان لو الكره اتلعبت في نص الملعب ما يبقاش في زياده عدديه. ففي كره طلعت على السنتر باك الثاني، طلع امام عاشور ضغط عليه. مروان عثمان ارى ان هو لو طلع ضغط على الباك قبل ما تريزيجيه يروح هيبقى نص الملعب فاضي، اخر نفسه استنى لما تريزيجيه يروح ضغط، وفضل راجع مع لعيب الارتكاز بتاع مين؟ ده اتعلموا من مين؟ هتلاقيه اتعلموا من سيراميكا، لان سيراميكا فرقه بتضغط عالي، فالظروف اللي هو نشأ فيها في سيراميكا الفتره اللي فاتت هتساعده شويه في الاهلي. وزي ما جينيوس قال فكره ان هو هعمل ايه في اول ماتشين؟ هدخل اطول بالكوره، هدخل احاول اعمل حاجات مش بتاعتي، اصعب الدنيا على نفسي، اضايق اللعيبه الكبيره اللي حواليه، هو بيلعب على قد المطلوب منه. وانا شفت طبعا ماتش كويس على مستوى الضغط، الاهلي ضغط كويس جدا على دجله، غلطهم كتير لما الكوره جات له اتصرف صح. طيب الجزء وكان مهم الكوره اللي جت جون دي. الجزء الثاني من السؤال، جراديشار هيخرج اذا كاموش مشي؟ تشوف كده؟ اشوف ان هو بالنسبه لمحمد شريف انا حاسه خلاص بقى بعيد، صعب جدا. بالنسبه لجراديشار هو طبيعي انه يخرج، ما اعتقدش انه هيلعب، لان هو الفتره اللي فاتت ما كانش مأدي كويس، كونفيرجن ريت اللي كان بيتكلم فيه جينيوس، غير كان الاهلي مش هيبقى عنده تخمه مرتبات فيحاول بشكل ما ان هو يخرج حد. الاثنين اجانب نفس صعب، انا شايف ان هو هيخرج، منطقي ان هو يخرج اكتر. طيب كنت بتعمل ايه انت بقى في قول لي بقى انت كنت بتعمل ايه مع الكاف؟ بعيد. كنت بتعمل ايه؟ يعني في شرح مبسط. بشكل سريع كده، هو الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أي بطولة عالمية، بطولة آسيا، أفريقيا، أوروبا، كأس العالم للأندية، كل البطولات بيختار مجموعة من الخبراء والمدربين اللي بيحللوا البطولة بشكل عام. طرق اللعب، أساليب الهجوم، أساليب الدفاع. بيختاروهم بناء على إيه؟ يعني على الخبرة، على المنتخبات اللي اشتغلوا فيها. اشرح لي، يعني هو مين رفع عليك سماعة التليفون، أو مين بعت لك إيميل، مين بعت لك فاكس قال لك كابتن محمود فايز انت بناء على ال 1 2 3 4 5 6 اللي عندك، وان انت مسجل عندنا ما اعرفش في ايه بقى، انا بتخيل، تعالى بقى معانا عشان خاطر تحلل لنا الاداء بتاع المنتخبات وتقول لنا لو في خطط لعب جديده نزلت السوق. انا الحمد لله محاضر رسمي من الفيفا، يعتبر من تقريبا الوحيدين في الوطن العربي يعني اللي بحاضر في الكاف وفي اوروبا وفي اسيا وفي امريكا الجنوبيه. حلو. فكنت موجود في احد المحاضرات، يعني اتعرفت على بالحسن ملوش، ده نائب اللجنه الفنيه في الكاف، فشاف شغلي وكده فقال لي انت محتاجين حد زي يكون متواجد معانا في التي اس جي اللي هو التكنيكال ستادي جروب. حلو. بس فتواصل مع اتحاد الكوره وارسلوا ايميل ان انا يكون متواجد معاهم. حلو. بس ورشحني والحمد لله قبلوني، كل السي في بتاعي كله ان هو والرخصه برو وعندي كل حاجه ان انا اقدر اكون متواجد في وسط مجموعه الخبراء دول. عظيم. رحت بقى تعمل ايه بقى؟ انا بقى واليو سيسي واوكوشا وهيريتا، مجموعه من الخبره ومن الاساطير اللي بيتفرجوا على غلابه يا كابتن فايز، ما تدمرناش كده، احنا غلابه. بيقول لك عادي كده اوكوشا ده كنا احنا بنجمعه في الالبوم بتاع ارسن فينجر طبعا كان هو المشرف على التي اس جي كله. فكنا بنتفرج على كل الماتشات، بنتفرج على البطوله بشكل عام، بنحلل كل المباريات، كل المدربين، كل اللاعبين. بتحللوها لمين بقى؟ يعني بتقدموا ده لمين؟ الاول بنحلله داخليا ماشي عشان نعمل ريبورت، بنقدمه بعد كده للفيفا، وبعد كده بيعملوا اكتر من لقاء مع المدربين اللي حضروا البطوله، نبدا نتناقش معاهم
انتوا عملتوا ليه الخطط اللعب دي؟ انتوا عملتوا بالشكل ده. كابتن حسام حسن كمثال مثلا، انت ليه بدات باربعه وبعد كده حولت لخمسه؟ طب ليه في بعض المباريات لعبت بالشكل ده؟ حلو ده. تفاصيل، كميه تفاصيل مرعبه طلعنا بيها من البطوله، بنعملها في ريبورت ونبدا نتناقش بيها مع الفيفا، نقارنها ببطوله اوروبا، نقارنها ببطوله اسيا، ونبدا نشوف ايه اللي محتاجاه قاره افريقيا في المستقبل. هل سر لو انا سالتك مين اجمد حد طلع في التحليلات بتاعتكم؟ احنا طلعنا اوريدي التيم اللي هو ال11 لعيب الاخاره. للاسف مفيش ولا لاعب من مصر كان موجودين، كان متواجدين اكتر من مرحله. كان في لما موجودين الشناوي كان موجود في المرحله الاولانيه، الشناوي كان موجود في المرحله الاولانيه، امام عاشور كان مرشح بقوه جدا، صلاح كان مرشح، عمر صلاح رغم كل النقد وكده لكن كان مرشح بقوه جدا. بتبص انت بتقول صلاح وبتبص لشابوني ليه؟ ما انا عشان بس انا عارف ان هو كان زعلان مني. بتبص لشابوني ليه؟ هو مش شابوني بس، هو ناس كتير. انت تقصد حاجه بتبص لشابوني تقصد حاجه؟ صلاح اللي اتعمل فيا كبير. لا هو صلاح، صلاح جاي لك يا حبيبي، جاي لك يا حبيبي. صلاح يظل صلاح يا جماعه، قوه صلاح. هي بص عامه الناس كانت بتضرب كف بكف علينا اصلا يعني. ليه بقى؟ طبعا احنا منتخب مرعب يا جماعه والله العظيم. طبعا يا جماعه، يعني شوف رغم كل النقد عندنا احنا كمصريين وكجمهور بس هم كانوا شايفيننا جامدين، يضربوا كف بكف، يقول لك انتوا بتعملوا كده ازاي يا جماعه؟ من 2017 هم بيقولوا احنا فاكرين لما انت كنت مع هيكتور كوبر انتوا جايين من بعيد خالص وما بتحضروش البطوله، بقالكم 3 بطولات ما بتحضروش، اتفاجئوا بقى جايبين سايبين ايديكم توصلوا نهائي عادي جدا. اتفاجئوا طبعا ان منتخب مصر يا جماعه قبل البطوله ما كانش مرشح. ده حقيقي. تاريخيا طبعا دايما مصر مرشحه ودايما بتدخل البطوله، بس فنيا حتى اللاعبين الكبار بتوعنا كانوا بعاد جدا. صح. يعني طبعا موضوع الربع والثمن والنص دي كانت ضحك طبعا عشان اشرح لهم قصه 2 وربع وبكاد صلاح طبعا مش فاهمين. بعدين صلاح دخل على الخط بكاد صلاح راح معلي. طيب سؤال اخير قبل ما نروح للفاصل، مين اجمد طريقه لعب عجبت الناس قوي حازت اجمد اثنين؟ السنغال يا جماعه سو فار هم مهاريا مش بني ادمين وحوش يا ابراهيم، وتحولوا ذكاء، تكامل غريب. يا جماعه هم المنتخب قوي جدا مهاريا وهم تكتيكيا عاليين جدا وذكاء عاليين جدا. عظيم. ما الذي فعله الشابوني عندما قرر؟ لا يا حبيبي انا لسه ما قلتش حاجه. بعرق. انت بتعرق. طب خلاص هنروح لفاصل وبعدين نرجع نشوف القصه. احنا بقينا على الهوا هنقول والله. طيب قول ايه اللي انت عملته ده؟ يا جماعه طيب لا انا عايز افهم يعني. انا صحيت من النوم، وانا زيك صحيت من النوم بعد كده انت اللي عملت العمله. انا صحيت من النوم لقيت نص الناس مقسومه، نص الناس الحق ده شجاع ده جامد ده الوحيد اللي انتقد صلاح، نص الناس الثانيه حسبي الله ونعم الوكيل. ايه اللي انت قلته ده على محمد صلاح؟ طب ما احنا بنجيب التانيين معاه في الفرقه، بنجيبهم وبنجيب. يلا قول لي بقى. اقول لحضرتك على حاجه، انا انتقدته على انهي ماتش؟ السنغال. صح؟ هل انا انتقدت كلام مرسل ولا جبت ارقام، احصائيات، لقطات من شكل اللعب بتاعنا والاستراكشر والخرائط الحراريه؟ انا جمعت كل حاجه ممكن اجمعها. محمد صلاح في الماتش، محمد صلاح يا جماعه اكبر من ان اي حد يتكلم عليه، يقول لك انا اتكلمت على ماتش بعينه كنت مستني منه كتير. اولا احنا في الحاله الدفاعيه واحنا واقفين بنقابل السنغال من عند نص ملعب، مطلوب السنتر باك بتاعه ما يلعبش كره مرتاح، متخاذل في الحته دي. السنتر باك بتاعه مطلع كور مرتاحه على ساديو ماني اللي كان هو مفتاح لعبهم. اذا في قصور في الحته دي. ارقام التدخلات الدفاعيه بتاعته 6 مقابل 1 عامل 13 اللي هو ساديو ماني، ده في الحاله الدفاعيه. ماشي. واللقطات جبتها كتير وانا ما تعمدتش اجيب لقطات وهو بيعمل مس باصات في وضعيات سهله ان هو يطلع حد حواليه عشان ما يبقاش الانتقاد على عدم توفيق، الانتقاد على مجهود. حاجه ثانيه، ليه محمد صلاح او كابتن محمد صلاح اكتر لعيب خسر الكره في الماتش اكتر من كل المحللين اللي حواليه ما عدا لعيب واحد في المنتخب؟ مين؟ محمد هاني. ليه؟ لان كان بيتركز الضغط على محمد هاني فهو مضطر يلعب كور طوليه. يبقى دي ارقام حقيقيه، انا ما بتكلمش كلام مرسل. خرائط حراريه، جري كان قليل، ارقامه في الحاله الدفاعيه، لقطاته في الحاله الدفاعيه، الادوار المطلوبه منه في الحاله الدفاعيه، ارقامه والكره مع المنتخب، كل حاجه كانت بتقول انه عمل ماتش سيء. والناس لما قالت صح الناس شافت بعينيها. لو انا قلت كلام مرسل مبني على ان انا عمال اقول اي كلام، لا انا اتفرجت على الماتش مره، اتفرجت على الماتش مره ثانيه، وحضرت اللقطات، فتحت هو سكورد، جبت الخرائط الحراريه، جمعت كل الارقام من على اكتر من موقع، جبت اللقطات ثاني، يبقى اذا هو عمل ماتش سيء. طيب وانا لو هتكلم على اللعيبه الثانيه واقول ايه، اصل الكابتن محمد صلاح بنلعب مع فرقه ثقيله فوالله مش مستني نعمل حاجه. طب ما احنا بننتقد المحليين اللي هم اولى بقى انه مش مستني يعملوا حاجه برضه. فانا اتكلمت على ماتش بعينه بكل الداتا اللي بتسبورت الكلام اللي بقوله، وفي نفس الوقت يعني لا الكلام ما كانش فيه غلط ولا كان فيه مثلا تقليل، ده كلام كوره. اتفضل يا جينيس.
انت جايبه وجاي لي يا جاي لي انا، انت جايبه وجاي لي. ايوه ثانيه واحده ايوه بادئ ذي بدء سهله. الشابوني حبيبي، عشان بس نبقى متفقين. ماشي انا عندي في كذا حاجه. اول حاجه خلينا نقول ان الكوره عامه هي وجهات نظر. ماشي تمام، وجهه نظر صح وجهه نظر غلط، هي كلها وجهات نظر. والشابوني فعلا هو عمل حاجه كويسه، ان هو حاول انه يثبت وجهه نظره بادله، مش مجرد وجهه نظر. بشرح بالظبط. تحليلي يعني. بس خلينا نقول ان في حاجات كتير جدا احنا لازم نحطها في الرقم. الرقم كرقم هو رقم مصمت عاجز. بس هو ما قالش رقم، هو قال ارقام الشابوني ما جابش وخرايط، لا قال ارقام بالظبط. وقال خرايط تحركات وجبتها لقطات، خرائط حراريه خرايط وارقام وستاتستكس ومراحل لعب، ادوار كل دفاعيه، ادوار الكلام هجوميه، ده. كل حاجه كل الكلام ده في الكوره لازم يتحط في سياق. يعني انا ما اقدرش ان انا اقول ان اللعيب ده عمل 100 باصه صح، لازم اقول ال 100 باصه فين وازاي ونقلتني كام مره وحطتني في الفاينل ثيرد كام مره وزقتني لقدام كام مره، لان ممكن اعمل 100 باصه صح على بعد يارده. ماشي تمام، فده سياق. هو هنا في رقم وفي سياق. طب صلاح خسر الكره 10 مرات، فين؟ وضعيه جسمه ايه؟ استلمها في حاله ترانزيشن ولا في حاله تحضير؟ استلمها في الثلث الاخراني ولا في الثلث الاولاني؟ استلمها في مكان انا مش بطالب بيقول منه. كلامك غلط. لا، لا، مش كلامك غلط، لا لا خالص بيقول خالص. هو أرد على بيشرح الكلام. الحالة. انا بقول سياقات الرقم، في سياق للرقم، في سياق للتحليل. انا لما باجي احلل ويجي لي رقم، انا لازم الرقم ده احطه في سياق له علاقه بالنظر. المقارنه ما بين صلاح وساديو ماني في التدخلات الدفاعيه، رغم ان صلاح هو اللي عامل جيم دفاعي، هي مقارنه ظالمه لصلاح لسبب بسيط جدا. صلاح بيدافع فين؟ دي نقطه مهمه جدا. بالظبط. انا بدافع بضغط في الميديم ولا في الهاي ولا نازل تحت في اللو بلوك؟ انا صلاح ده جناح، انا بنزل تحت، مساحات الضغط بتاعتي كمهاجم كاول واحد واسعه جدا، لاني بضغط على سنتر باك جاي لي من 30 يارده، عكس ساديو ماني اللي اول ما بيضغط بيضغط كاونتر بريشر على سنتر باك، سنتر باك ما بينه وما بينه يارده. فطبيعي ان انا ممكن اعمل هنا 10 تدخلات دفاعيه سليمه، هناك هعمل 10 واحد بس اللي همد رجلي اخدها، لان مساحه الضغط وبعدين اجي لك. لان مساحه الضغط بتاعتي واسعه. انا هنا مش بدافع عن صلاح، لان شابوني لا، هو احنا في حل ان احنا نتكلم عن محمد صلاح، انا بتكلم على حاله. محمد صلاح ما كانش كويس، طبعا ما كانش كويس، انا مش هقول ان هو كان كويس وكان لا ما كان قدم مباراه مش احسن حاجه، مش كويس. ليه؟ ده السؤال. دور المحلل يا ابراهيم ان هو يقول ليه ده حصل، مش ايه اللي حصل. ايه اللي حصل؟ ان صلاح وحش. ليه ده حصل؟ ده دوري. برافو. ده دوري انا ان انا اقول لك ليه صلاح كان وحش. طيب شاب، اولا في لقطات زي ما جينيوس بيقول مش تتحسب رقم، لكن انا لما الاقي السنتر باك بتاعك بيطلع الكره في قلب الملعب نتيجه ان اللعيب بتاعي مش مادي دوره، انا مش بحسب بارقام. انا هنا جبت اللقطه كذا مره عشان كان دوره ان هو يمنعه يباصي، فترجع الكره لمندي فيطفش، هنا برضو فنمنع التدرج. هو ليه بقى دي مش تتحط بارقام؟ بس انا ما جبتهاش في الملعب كذا مره، ليه ما قفلش الباصه دي؟ سؤال، لما انا واقف لو بلوك مش انا ممكن اعمل تاكل؟ مش ممكن اخد الكره اعمل تيرن اوفر؟ مش ممكن اعمل انترسبشن؟ المساحه انا وانا تحت الكوره و63% الكوره معاهم وقت طويل جدا، عندي وقت اطول اعمل تدخلات دفاعيه. ليه محمد صلاح وهو واقف في اللو بلوك وانا في 5-4 5-3-2 وهم بيدوروا الكوره في نص الملعب، ايه اللي منعه يمد رجله يعمل التدخلات دي؟ يمد رجله فين؟ المساحه اللي انا واقف فيها، انا واقف بالعكس مساحة انا واقف إيه؟ في تلت الملعب مساحتهم ضيقه جدا. لا انا واقف فين والسنتر باك جاي لي منين؟ انا لما بضغط على لعيب جاي لي قدام المساحه دي كلها، انا مش هقدر اقفل المساحه دي كلها، هو ممكن يجي له يطلع باص من جنبي، ساعتها اول ما يطلع الباص من جنبي هتحسب ان هو اتضربني انا كاول خط ضغط، بس هو انا بضغط عليه في مساحه قد ايه؟ هي دي فكره السياق انا اللي انا بقول لك انا مش بدخل عليه، انا بقفل الخط باص. حتى لو هم ممكن يقعدوا 3 ساعات حتى الخط باص. حتى لو بعمل ده حتى لو بعمل ده رد عليا يا سامي، ليه ما قفلش السنتر باك الثاني بعيد عن الارقام؟ السؤال بقى اصل انا عايز اجي معاكم البرنامج، خدوني معاكم البرنامج. السؤال الاخير عشان ابراهيم يرجع مكانه. ليه اداؤه الدفاعي بره الارقام قليل؟ هل كان برضو دي نقطه مهمه جدا لازم نحطها في حساباتنا واحنا بنحلل. جامد. حساباتنا واحنا هل كان صلاح التعليمات بتاع الكابتن حسام حسن هو اللي مطلوب منه ان هو اللي يستخلص الكوره ولا يوجه الضغط؟ مطلوب منه يخلي السنتر باك بتاعه ما يطلعش الكره في قلب الملعب مرتاح؟ مش شرط. لا مطلوبه منه، انه مرموش كان بيعملها الناحيه الثانيه. مش شرط. خلاص احنا بقى ايه، احنا كل واحد ادلى بدلو. انا ادليت. طيب كابتن فايز، الراجل اللي كان هناك اهو. سؤال ثاني اهم قبل ما نروح لا لا بقى بعد كده هتخلص الناس باصات الكلام بما كله. يرضي الله اللي كان جنبيه 3 لعيبه امام وهاني ومرموش، الثلاث باصات دول الراجل كان اهو. بيعمل ميس باصات الراجل الاجنبي بتاعنا 2 متر و3 متر باللعيبه دي مبرره. ميس باص وانت في المستوى ده وجنبك زميلك 2 و3 متر رد عليه، تعملها غلط؟ رد عليه واسالك رد عليه. متفق معاك طبعا ان ارقام صلاح ما كانتش احسن حاجه، يعني ده رقم فاكت، يعني حاجه حصلت خلال المباراه فما نقدرش ننكرها وعندك حق فيها مليون في المية. بس ان اتفق كثيرا مع عمر في السياق. محمد صلاح كان بيلعب اولا مش وينج ان فايز يتفق مع لا والله لا والله لا مرة واحدة في فعلا السنة. جديا. هو كان محمد صلاح بيلعب شبه مهاجم،
فانت فعلا وبنلعب تقريبا مش لو بلوك، احنا تحت اللو بلوك. صح. فالمسافه كبيره جدا عشان انت محمد صلاح هل من الجائز انه سبب انه الناس زعلت شويه انه زعلت منك شويه الناس فكره الفيديو كان 25 دقيقه، في ناس قصت 4 دقائق، ده مش ذنبي. ما دي طيب مشكله. هل فكره ان هو قارن صلاح بمانيه لا دي مقارنه ظالمه جدا، خارج السياق. انا اسف جدا يا باشا شابون، نتعلم من حضرتك. بس هو خارج السياق. مانيه في فريق وتيم حواليه مختلف جدا عن طريقه لعبنا احنا. وخلي في علمك انا ما بنتقدش طريقه لعب منتخبنا. هو انت طريقه لعب منتخبنا كان ليها هدف، وكنت ممكن تكسب بنفس الطريقه اللي انت لعبت لكن هي دي السياق اللي تسببت في ده. الله ينور عليك، ان محمد صلاح ما ظهرش بالشكل اللي كلنا اللي كان يرضينا. ناخد شادي حبشي. سؤال بس في السياقات. انا اخر حاجه كلمه واحده بس. انا اخر حاجه مباراه السنغال ايه الفرق بينها وبين مباراه كوت ديفوار؟ مباراه السنغال كانت محتاجه وينجات، واحنا مباراه السنغال ما لعبناش بوينجات. كان محمد هاني، طبعا محمد هاني فتوح، كنا بعاد جدا عن كانت حاجه في السياقات اللي مطلوبه من محمد صلاح. انا مش بلعب عليه ليه؟ طلع اللعيبه ما طلعهمش يا ابني. عايزين ناخد الحوار في السياق بقى، اقدم في ودنك اكتر من ايه تاني. شادي، هو محمد صلاح يعني كلنا ملاحظين انه في البطوله ما كانش هو محمد صلاح بتاع قبل كده، بس هو في حاجه بس مهمه. هو احنا ليه بنتعامل دلوقتي ان محمد صلاح في سن ال 34 وهو دخل على 34 مطالب يعمل نفس الادوار بالظبط اللي كان بيعملها ايام هيكتور كوبر وكيروش؟ عشان تقريبا برضو ساديو ماني لما اتعملت المقارنه، ساديو ماني طبيعه جسمه بتكوينه وطريقه لعبه وبروفايل بتاعه اصلا بروفايل مختلف تاني خالص. ابراهيم هو مش كل لاعب اشول هيبقى ميسي. ما هو انت اشول وده اشول. مش كل لاعب اشول هيبقى طاهر ابو زيد. مش كل يعني ما ينفعش تتقاس كل حاجه صغيره. وحتى ايام كوبر اهو كوبر نفسه اهو ما كانش بيطلب منه الادوار دي. طيب كمل يا شادي، عايز اسمع شادي. يعني مش يعني صلاح يعني مميزاته كلاعب، راس ماله وقوته كانت ان هو في البدايه كان لعيب خط سريع جدا جدا. برافو عليك. وسباليتي ثم كلوب خلوه بعد كده جناح بمواصفات مهاجم شرس. بقى بيعرف يجيب جون لدرجه انه مع الوقت نسي انه بقى جناح اصلا. يعني صلاح انت شوفه دايما في قلب الملعب، فانت جاي بقى بعد العمر ده كله بس ليه اسباب ودخوله جوه قلب الملعب. ليه اسبابه طبعا. اكيد ده بشغل المدرب يعني. طبعا. ليه جاي بقى انت دلوقتي طالب منه هو في السن ده بطريقه اللعب اللي بقى لها سنين مع ليفربول يعمل حاجه هو عمره ما كانش بيعملها. طيب طبيعي ما يبانش بنفس القوه. ده على فكره ده مش مبرر انه طبعا صلاح قالل. مش هو صلاح طبعا قالل بنسبه قد ايه؟ لا تقل عن مستوى صلاح الطبيعي 40% مثلا. يعني السنه اللي فاتت مع ليفربول صلاح من الاسباب الرئيسيه انه جايب الدوري. بس فرق ما بين ان انت تبقى 25 سنه و26 سنه غير الفرق ان انت 32 33 كل سنه من بعد ال 30 مجهودك فيها بيقل. لكن كل سنه في ال 20 مش هتحس بفرق. مجهودك بيزيد. طيب ثابت انتاجك بيزيد. انا شايف ان صلاح في البطوله قدم يعني بطوله مش احسن حاجه، بس هو برده ما ينفعش تخرجه من الملعب لان هو اكتر لاعب ساهم في هداف البطوله. انا متفق مع شابوني في حته ان هو في الماتش الاخير لازم اقارنه بمانيه. معلش هو ده نجم الفرقه هنا ونجم الفرقه هنا. يعني انا اتفق في كده. ما هو انت دلوقتي نجم بنجم زي ما ده شايل السنغال في وقت حاسم. المفروض صلاح كان يشيلنا في وقت حاسم. صلاح في المباراه دي انا شايف ان هو ما قدمش احسن اداؤه. يعني البطوله كلها ممكن المدرب يخرجه، يعني يخرجه لما يكون وحش، بس ساعات تقول ايه، ما هو محمد صلاح بلمسه ممكن يوصل زميله للجون. ممكن يبقى طول الماتش وحش يفنش يديك فينش يجيب جول حلو يعني ما رحناش الحته دي. فهو صلاح حتى بنص مستواه او بثلاث ارباع مستواه هتلاقيه موجود في قائمه الاكثر صناعه للفرص في البطوله، هتلاقيه موجود في قائمه هدافين البطوله طبعا، هتلاقيه موجود في قائمه المراوغات الناجحه. فدي برضو حاجات تحسب له. بس هو تقييمه في ماتش السنغال لا، هو في ماتش السنغال ما كانش كويس، كان سيء الصراحه. ومقارنته بمانيه لازم نقارنه بمانيه لان هو مانيه نجم السنغال وصلاح نجم مصر، فلازم نقارن ده. انت هنا اثرت وصعدت فريق منتخب بلدك، صلاح ما صعدناش، فلازم نقارنه. عشان كده شابوني قال لك ينصر دينك يا جدع، وهو اكيد كان زعلان. بلا حساب يا عم حسن بالله. الراجل ده امين. قال لك الشهادات بتحد. طب انتوا عارفين انا عندي دايما وجهه نظر في الحته بتاعت الاراء في الكوره ديت، وانا ما ينفعش اقول ان محمد صلاح كان كويس في 1 و2 و3 وينفع برضو انا اقول ان محمد صلاح كان وحش في 2 برافو. ليه انا بلاقي دايما الناس يا ابيض يا اسود متحيزه لوجهه نظر يا ابيض يا اسود، علما ان تحليل الاداء في الكوره غصب عنك، صح. غصب عنك مش برضاك،
عمره ما يبقى ابيض برافو يا وأسود. ابراهيم والله. هي ايكويشنز، خلي بالك، برافو عليك، ده انا هبقى المعايير كويس في دي وينفع انا اقول رايي. برافو انا عليك. كمحلل وانا كمقدم برامج ينفع اقول رايي. والله محمد صلاح كان 1 2 3 و4. الناس بتشوف، الناس دي حاجه بقت غريبه جدا جدا. الناس عايزه انتصار للراي وعايزه عليك يا إبراهيم. تحيز واضح للراي. يعني ايه؟ يا اما انت معايا يا اما انت مع الناس الثانيه. صح. هو انا ما ينفعش لو انا بتكلم في الكوره يا جماعه اقول والله انه صلاح كان كويس جدا جدا في مساله ان هو بيخلص لنا، بيعمل اسيست، بيجيب اجوان، بس محمد صلاح عنده مشكله في الدفاع وبيعمل حاجات مش المفروض ان هو يعملها. المفروض ان هو يعمل كذا 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 كذا. فيبقى انا في الاول وفي الاخر بعمل ايه؟ بحلل الكوره. انا بس نفسي ان الناس تفهموا ان هي دي الكوره. يعني انا متخيل احنا القعده الحلوه ديت هتلاقي في ناس النهارده طالعه بتشكر في شابوني جدا وتشكر في ثابت جدا وبتذم فينا كلنا. وفي ناس تانية هتطلع بتذم في شابوني وفي ثابت جدا جدا وبتتكلم عننا كويس. ليه؟ ده اللي متحيز جبهه صلاح وده اللي رايح الناحيه الثانيه ضد صلاح، مع ان الموضوع لا حد ضد صلاح ولا حد عايز اي حاجه من صلاح سلبيه اكتر من ان هو بيحب محمد صلاح جدا جدا وشايف انه اقسم بالله محمد اخدنا في حته ولا في الاحلام. طبعا. ولو احنا بننتقد محمد صلاح في جزئيه فاحنا علشان احنا عارفين ان هو في حته جامده جدا جدا انه يقدر يعمل على قد الحته دي. انت ابراهيم اكنك كنت قاعد معانا في التي اس جي بالظبط ده بالظبط. ان دي معايير. انا بتكلم يا ابراهيم، بتكلم جد. انت افتح اي موقع بتاع اناليسيز هتلاقي في بوينتس. الدفاع خدت عليه كام بوينت، الهجوم خدت عليه كام بوينت، الترانزيشن خدت معاه، الدريبل، كل حاجه بتاخد عليها بوينتس. في الاخر الايكويشنز دي بتاخدها وتبدا تسجلها كلاعب، كتحليل لاعب بالظبط. صحيح. نفوت حاجه بسرعه بنختم. لا ما ينفعش، لازم نروح فاصل. لا والله لازم نروح فاصل اقسم بالله. اتكلمت طبعاً كتير. انا والله عايز اقول حاجه. انا عايز اقول حاجه والله بجد لزمايلنا في الاخراج وزمايلنا في الاضاءه. انا عارف والله العظيم ثلاثه ان انتوا بتشوفوه ده الجنون. أنا عارف. لا انا في اضاءتي ولا انا في الكاميرا بتاعتي. ايه اللي جابك هنا اصلا؟ ولا انا في اي حاجه، بس انتوا مستحمليني والله مش عارف مستحمليني غلب ولا محبه ايا ما يكون. انا بشكركم جدا يا جماعه. نروح لفاصل وبعدين اروح مكاني. طيب رجعنا حضراتكم مرة تانية وخلينا نسأل سؤال للسيد ثابت. بتشوف ازاي صفقات الاهلي كلها وتقييمك ليها في ظل برضو انضمام هادي رياض؟ طبعا الاهلي كان عنده مشكله دفاعيه واضحه من اول الموسم. في صفقات جت ما نجحتش زي مصطفى العش، زي بيكهام، زي اشرف داري. فالاهلي كان محتاج تدعيم قوي في خط الدفاع. فالاهلي جاب عمرو الجزار وفي الطريق هادي رياض. هم افضل 2 مساكين في مصر على المستوى المحلي ماشي المتاحين، سواء عمرو الجزار او هادي رياض. خلي بال حضرتك الصفقات اللي النادي الاهلي جابها كلها دوليه. يعني هادي رياض لاعب دولي مع المنتخب كابتن حلمي طولان. عمرو الجزار كان في منتخب مصر الاول. يوسف بالعمري في منتخب بس ما يعني ما مره واحده بس. ايوه بس انضموا للمنتخب. ماشي. حتى مروان عثمان انضم للمنتخب الاول. ماشي. لاعب مباراه. لو استعرضنا الارقام ايه اللي هيضيفوا المدافعين، لما بقعد افكر كده هو ايه الفرق ما بينهم وما بين ياسر ابراهيم يلا بينا وما بين ياسين مرعي. يعني عمرو الجزار وهادي رياض ايه ميزه كل واحد فيهم؟ نبص على ارقامهم الخمسه جنب بعض ونشوف ايه الفرق ما بينهم. اول حاجه طبعا السن، الاثنين اصغر اللي جم سواء عمرو الجزار او هادي رياض. عمرو الجزار 26 سنه، هادي رياض 27، ياسر ابراهيم 32 وهيكمل 33، ياسين مرعي 24، بيكهام 28. حلو. كلهم عمرو الجزار لعب 11 ماتش، هادي رياض 13، ياسر 9، ياسين مرعي 9، بيكهام 5. الهداف فيهم الاكثر تهديفا ياسين مرعي، جاب جونين مع النادي الاهلي هذا الموسم. نيجي نشوف بقى معدل التمريرات الطوليه الصحيحه. اللونج باص بتاع عمرو الجزار وهادي رياض اعلى من مدافعين الاهلي، بيعملوا 5 و2 تمريره طوليه صح في الماتش. ده برضو ممكن يقول ان اسلوب لعب سبب ليه سبب لعب الفرق اللي جايين منها اسلوب لعب مباشر. ان ده اسلوب لعب مباشر، لكن اسلوب لعب النادي الاهلي التمرير القصير باص سريع. فده ممكن، بس دي حاجه برضو مؤشر ان الناس دي كورتها من تحت حلوه. تحديدا نسبه دقه التمريرات الطوليه اكتر من 50% من تمريرات عمرو الجزار من ورا صح، وده رقم كويس. هادي رياض اقل شويه في حته التمرير الطولي. عمرو الجزار عنده رقم حلو قوي ان هو رابع اكتر لاعب في الدوري عامل تمريرات صحيحه. فده دليل ان عمرو الجزار كورته من تحت حلوه. ياسر ابراهيم اعلى واحد فيهم في دقه التمريرات الطوليه 61%. ياسين مرعي عنده حته التمريرات الطوليه 58 برضه رقم كويس جدا. نيجي لتشتيت الكوره، هنلاقي مثلا ان هادي رياض اعلى واحد فيهم، ده عشان اسلوب لعب بتروجيت دفاع منطقه. فالرقم ده بيقول ان تشتيت الكوره عندهم كبير جدا 10، عكس مثلا الباقي 4 و7 لعمرو الجزار، 3 و9 ياسر ابراهيم، 4 لياسين مرعي، 2 و8 لبيكهام.
نيجي للانترسبشن، التدخلات الدفاعيه، اكتر واحد بيعمل فيهم انترسبشن عمرو الجزار. طيب عشان الاحصائيه طويله شويه يا دكتور ثابت، اديني الكونكلوجن، اديني تلخيص، الاستنتاج ان عمرو الجزار وهادي رياض سنهم صغير. هادي رياض عنده ميزه كبيره قوي، احسن مدافع في مصر في الالتحامات الهوائيه، نسبه نجاحه في الالتحامات الهوائيه 67%، مقارب لياسر ابراهيم 74%. الاثنين احسن اثنين في مصر في الكرات العاليه، ياسر ابراهيم وهادي رياض. ماشي. عمرو الجزار متكامل، عنده تحضير الهجمه كويس جدا، عنده روح، معدل استخلاص الكره بتاعه كويس جدا، بيحضر الهجمه من تحت كويس، ما بيرتكبش اخطاء كتير. فعمرو الجزار مناسب قوي للاهلي. طيب عايز تقول انه الصفقتين مبشرتين نشوفهم في الملعب؟ عمرو الجزار متكامل كتحضير هجمه وكالتحامات هوائيه. هادي رياض في الكرات العاليه هيديك الميزه اللي كان بيعملها احمد حجازي زمان. ماشي. كان الكرات العاليه كلها بتاعته. طيب شادي انت عايز تقول حاجه، انت عملت بتفرك، عايز تقول حاجه؟ لا على الصفقات عشان عايز اسالك على حاجه. لا يعني بالنسبه للصفقات هاخد من كلامك. على الورق صفقات كويسه، ماشي، بس هنشوف بقى في الملعب المردود ايه. يعني الاهلي جاب نواقص، وانا شايف ان احنا كان عندنا ازمه في سنتر باك يعني، وباك شمال طبعا كانت مشكله كبيره قوي، واثنين مهاجمين. اظن الاهلي ما كانش عنده مشكله في اي مراكز اللي تحت المهاجم، الاجنحه وتحت المهاجم. محتاج له فرده بس 6. خد بالك طبعا عشان حته في نص الملعب. موضوع اليو ديانج ده خلاص كده واضح ان هو مش مكمل يعني. ده بالنسبه للصفقات. طيب يعني رايك ايه؟ واذا دلوقتي بانت نقدر نقول انه هي بانت دلوقتي انه هناك سياسه للتدوير في حراسه المرمى ما بين الشناوي وما بين مصطفى. طيب هو انا بقى مش زي الاساتذه اللي بيجيبوا تحاليل وكده. انا جايب صوره واحده بس عايزها تتعرض. حاجه هي صوره واحده، وهي صوره ما فيهاش حاجه قوي يعني بصراحه. ليه داخلها دخلت غلب كده؟ هي صوره بس، ليه داخلها منها رقم واحد؟ قلت له ابراهيم صاحبك اللي قاعد لا وداخلها دخلت غلبه، وانا مش جايه، انا عايز سندوتش واحد وهي لا كلت اثنين انا مش هكلفكم حاجه. اتفضل يا عم شادي يلا. هم ما طلعوش الصوره لحد دلوقتي بس. طب عشان الغلب اللي انت عارف، لو زمجرت كده ورحت انا عايز طلع الصوره يا ابني. لا في طريقه كده، اللي هو انا كنت بعت الصوره فين كده على طول هتطلع. يلا. طيب هو انا مش من الناس اللي بتحب نظام المداوره في حراسه المرمى. ما بتحبش؟ لا ما بحبوش. فين الصوره يعني بجد؟ لو فين الصوره بتاعت الراجل بجد؟ هي يعني لو تقرا حتى المدربين بقى بتوع الكره العالميه بقى بتوع زمان، ما فيش حد ما شفتش. لا مش دي جايب لك ترتيب الدول هو يعني حاجه. خد دي حلوه. المهم يعني طبعا لما يجيب الصوره حلوه، مشي نفسك بيها حلوه. ركب عليها اي كلمتين وهتمشي بقى. ترتيب الدوري اللي اصلا انا جايب ترتيب دوري بس قديم على فكره. ثانيه واحده بس، ثانيه واحده. انت الورقه اللي انت بعتها لهم ايه؟ انا جايب لهم ترتيب دوري بس مش السنه دي، ترتيب دوري قديم. عايز اطلع منه رقم. عرفت انا ليه ما بحبش اشكر فريق الاعداد. شواف اول لما تقول عليهم اجمد حد لازم يقوم يطلع مشكله على طول برجليه الشمال في سقف. انت اديتهم اسيست يا ابراهيم، سقف حلق بقك يخلص. مفيش. ده انا جايب صوره من اسمها ايه يا ابني؟ قول لي ايه. ده جدول الدوري سنه 2001 2002. ياه. بس هيجيبوها لك. هو حبوا يجودوا، وده مش الاعداد بقى الحقيقه يعني، ده طلع فريد. طيب يلا على الهواء. لما تقرا تشوف دايما المدربين العالميين، انا عمري ما قريت لمدرب عالمي. انت مش مؤمن بالمداوره عموما؟ انا قريت كتير. هم في حاجه اسمها حارس اول وحارس ثاني. ماشي. مين الحارس الاول في وجهه نظرك ومين الحارس الثاني؟ في وجهه نظري انا ولا في وجهه نظر المدرب؟ ما هو وجهه نظري انا حاجه والمدرب حاجه. انا وجهه نظري انا مصطفى شوبير هو حارس مرمى الاهلي الاساسي. حلو. وهقول حاجه يعني يمكن انا بشوف انه انا بشتري مستقبل. انا بشتري لعيب عنده 25 سنه. ماشي. ممكن استحمله شويه وهو بيغلط، ما عنديش مشكله. بس الراجل ده جاي. طيب. وجربناه تحت ضغوط ورميته في النار وادى. ماشي. طيب ليه انا بقى ما بحبش الروتيشن في حراسه المرمى؟ انا في يعني حاجه من الذاكره كده افتكرها وانا صغير لما كنا متابع الدوري المصري موسم 2001 2002. كان الزمالك بيدربه الالماني اوتو فيستر. كان الزمالك عنده 2 حراس مرمى، واحد من ابناء الزمالك عبد الواحد السيد، وحارس مرمى المنتخب الاولمبي الثاني ماشي محمد عبد المنصف. وجه في وقت من كتر ما الاثنين كويسين قال لك بس خلاص كل واحد ماتشين. فانت هتلعب ماتشين وده هتلعب وانت هتلعب ماتشين. ده اسوأ سنه في تاريخ الزمالك دفاعيا في الدوري. طيب انت 37 جون. طيب انت بالنسبه لك شايف انه ما يحصلش مداوره، وانه الحارس الاساسي هو مصطفى ده وجهه نظري الشناوي. يعني. ثابت؟ لا مداوره احسن. اصل انا لو انا قعدت الشناوي احتياطي هخسر اوضه اللبس الصراحه، لان هو الكابتن.
هو الكابتن بتاع الفرقه، انا عايز احافظ على اوضه اللبس. والشناوي برضو عنده كاس عالم وهو كابتن الفرقه، فلازم احافظ على اوضه اللبس في نفس الوقت. مين فيهم رقم واحد ومين فيهم رقم اثنين؟ كمستوى ولا ترتيب رقم؟ كترتيب. لا ترتيب، الشناوي رقم واحد يليه مصطفى شوبير. هو الواقع النهارده اللي بيقول لا الشناوي طبعا رقم واحد وشوبير رقم اثنين، ده الواقع اللي احنا عايشينه حاليا في النادي الاهلي. المدوره في حراسه المرمى. لا ما فيش حاجه اسمها مدوره، يعني من وجهه نظري طبعا، ودايما كلام شادي محترم جدا، انك انت اول ما عندك شك في حاجه تبص المدربين العالميين بيعملوا ايه او الفرق العالميه بتعمل ايه. في حارس مرمى رقم واحد، في حارس مرمى رقم اثنين، الموضوع منتهي. طيب لا مفيش مداوره، لا حتى احنا لا افتكر لو فاكر كنا بنتكلم قبل كده على كارتيرون لما كان سايب الدنيا ما بين ابو جبل وجنش وصبحي واللي يخنق واحده يقعد وكده. لا طبعا في حراس مرمى على فكره بيبقى جاي هو عارف ان هو رقم اثنين، هو عارف حتى ده هيغيب هرجع هيبقى ده رقم واحد برضه. فالمداوره دي مداوره في مركز حراسه المرمى انا بشوفها صعبه جدا جدا. لازم يبقى في حارس رقم واحد عارف ان هو رقم واحد وبيجتهد على ان هو رقم واحد، في حارس تاني رقم اثنين عارف ان فرصته هتيجي. انا بس ممكن اختلف مع ثابت بس في حته اوضه اللبس. الكابتن كابتن حتى لو ما بيلعبش في اي حته. ماشي. انا كابتن فرقه احافظ على اوضه اللبس حتى لو ما بلعبش، حتى لو بره السكور. دي مسؤولياتي ككابتن، مالهاش علاقه انا بلعب ولا ما بلعبش. ودي شفناها في انديه كتير جدا 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 بره في اوروبا. الكابتن مش في الملعب بس كابتن فريقه محافظ على وحده اوضه اللبس. طيب يعني برضه نفس السؤال. انا وجهه نظري حاجتين. اول حاجه حته لازم يبقى في حارس اول، وهو عارف انه اول لسبب. حارس المرمى لو نزل الماتش عارف انه لو لعب وحش هيركن مش هيلعب حلو. فانت بتحط عليه ستريس. طول ما هو عارف ان انا رجل بره ورجل جوه انا بتحط عليه ستريس. لكن لو انا عارف ان انا اول يبقى في مساحه غلط منطقيه، اصل اي حد بيغلط، فيبقى في ثقه في النفس. تاني حاجه في حاجه النهارده حصلت في ماتش دجله كنت بقول دي شوبير هيبقى احسن فيها من الشناوي بغض النظر عن التصديات، اللي انا برده شايف ان مؤخرا مصطفى شوبير احسن. اللعب بالرجل جت لقطه في الماتش وادي دجله لما دخل فيه جون بدا يضغط على الاهلي ضغط عالي شويه، فبدا يبقى راس الحربه بتاعهم بيسيب قلب الدفاع بتاعه ويضغط على مين؟ على الشناوي. بينزل مروان عطيه في اللقطه دي. مروان عطيه واخد خطوه على المان بتاعه. شوبير شفتها في ماتش نيجيريا بيعملها، هيلعب لمروان هيقوم مطلع السنتر باك الثاني ياسر ابراهيم، منظومه دجله كلها اتضغطت اتضربت بره، الشناوي بيطفش على طول. فبيديك ايدج وانت معاك الكوره شوبير انك تعمل حاجه تبهدل الفرق الثانيه في التحضير، دي مش عند الشناوي. فهو كتصديات هنروح لشوبير، كلعب على الارض وافضليه في اثناء حيازه الكوره هو شوبير. فانا شايف ان شوبير المفروض ياخد فرصته. طيب الصوره بتاعتك جاهزه، هاتوا لنا بقى بسرعه. هي زي ما بقول لك يا ابراهيم، يعني انت شوف الدوري دي صوره قديمه، بص هتحس انها قديمه. الاسماعيلي خد الدوري السنه دي، الزمالك كان ثالث، مش مهم معاه الرقم ده. السنه اللي حصل فيها المداوره، السنه حصل فيها مداوره، الاسماعيلي داخل فيه في 26 ماتش 14 جول، الاهلي 26 ماتش 17 جول، الزمالك الثالث 37 جول. يعني دبل. فانت شايف انه الفكره بتاعت حراسه المرمى دي يحصل فيها المداوره دي يعني انا ما بقتنعش بيها خالص. بس انا نازل الماتش لعبت حلو لعبت وحش هقعد الماتش خلاص الجاي. انا هلعب كده لا وهقعد الماتش الجاي. بالمناسبه على حسب معلوماتي، ما اعرفش قائمه الزمالك نزلت ولا لا، قولوا لي، بس على حسب معلوماتي الماتش اللي جاي هيلعب صبحي فعواد بره القائمه وهكذا، بيلعب التاني بيبقى بره القائمه. ومع العلم ان شوبير عامل اداء روعه بصراحه. كان افريكانز شاط على الجون كور كتير وصد حتى مع المنتخب لما لعب. كان افريكانز. انا لو تسمح لي بس ممكن اخر حاجه اقولها في النقطه دي. روح فاصل. خلاص تمام فاصل ماشي نرجع نكمل. طيب عشان نبقى متفقين فاضل لنا 4 دقايق، مجازا هنخليهم 5 دقايق، مجازا هنخليهم 6 دقايق عشان انا يبقى ليا دقيقه. حلو كده؟ كل واحد من حضراتكم له دقيقه، عايز يتكلم فيها على ماتش الاهلي النهارده يتكلم، عايز يتكلم فيها عن لعيب في ماتش النهارده يتكلم، عايز يعلق على اي حاجه يتكلم فيها لمده دقيقه. شفت الدقرمطيه؟ اتفضل. انا اول دقيقه يلا ماشي حلو. طيب انا من ماتش الاهلي انا عايز اروح ليستورم. الراجل ده مدرب بيثبت كفاءه يوم عن يوم، وبعيدا عن التكتيك وبعيدا عن الشغل اللي في الملعب. جزء كبير كنت عايز اعقب حتى على كلام دكتور ثابت في الصفقات الجديده، وهي فكره هادي رياض جزار. ممكن يكون اللعيبه دي حظها كويس ان هي جت مع الراجل ده، ماشي، لان في مدرب ممكن يجي يخلص على اللعيب. اذكر فيما اذكر ان جزء كبير من عدم انسجام مصطفى العش كان بدايته مع ريبيرو. ريبيرو كان قاسي جدا جدا في الحكم على مصطفى العش في تمريره في ماتش ودي خلص عليه. لكن يسترب النهارده حتى شوف تصريحاته في المؤتمر الصحفي، راجل قال انا هقف عند تصريحين انا بشوفهم مهمين جدا لمسيره الاهلي اللي جايه سواء في افريقيا او في الدوري. الراجل قال المباريات بتتلعب عشان نكسب، واحنا كسبنا المباراتين وده المهم، فانا مش هعول قوي على الاداء دلوقتي لان لسه الفريق بيرجع لي. ده رقم 1. رقم 2 الدفاع الجيد يخليك دايما منافس،
دي نقطه الاهلي كان بيفتقدها بشكل كبير جدا جدا من المباريات الاخيره لمارسيل كولر. ماشي. فكره الدفاع الجيد يخليك دايما منافس في البطولات. اخر حاجه، انا ما بحبش اتكلم بشكل فردي عن اللعيبه، بس هتكلم عن الشناوي عشان عارف اللغط اللي عليه او عارف اللي بيتقال عليه من كاس الافريقيه وهشكره خلاص، وهتكلم على مروان عثمان وهشكره عشان ده لعيب جديد معايا في الفرقه. كل السياق ده بقى انا بشوف ان يستروب بيرسخ اقدامه شيئا فشيئا في الدوري المصري، وفهم الكره في مصر بتتلعب ازاي، فهم طبيعه لعيبه النادي الاهلي. فانا بشوف ان دي نقطه ايجابيه جدا جدا للنادي الاهلي وليستروب خلال الفتره اللي جايه. كابتن فايز ده عدى الدقيقه بكتير قوي. اخد دقيقه وخمس ثواني. هو عشان والله جينيوس يعني. لا 5 ثواني. ادميه قلت لك يلا ادميه. اتفضل 5 ثواني. يعني تعقيبا بشكل سريع على كلام عمر، بصراحه متفق جدا مع كل الكلام اللي هو قاله، ادي الثالث رابع مره اهو متفق حبيبي معاه. والله. يستروب عنده مش بس الشغل التكتيكي اللي اتكلمنا عليه بشكل اكتر من ممتاز، لا قادر يرجع تريزيجيه بشكل قوي جدا. تريزيجيه خلص بطوله افريقيا مش باحسن شكل، قدر ان هو يرجعه للنادي الاهلي مباراتين متتاليتين، وتريزيجيه يعتبر من احد النهارده العناصر الرئيسيه جدا في فوز النادي الاهلي بالمباراه النهارده والمباراه السابقه، مع تفوق رهيب طبعا لامام عاشور. وحاجه برضو حابب اقولها عن امام عاشور، كان احد اللاعبين البارزين جدا في بطوله افريقيا، واكتر من خبير كروي اتكلم عنه بشكل قوي جدا، قال لك اللاعب ده ازاي مش بيلعب في اوروبا. يعني هو اسمعوا يا جماعه كلهم التصريح ده عشان كل ناس كتير جدا بيجي يقول لك اللاعب رقم 8 بتاع المنتخب اللي شعره اصفر شويه ده مين ده؟ اللعيب ده اختراع، اللعيب ده جامد جدا، اللعيب ده كويس جدا، ازاي مش بيلعب في اوروبا؟ طبعا النادي الاهلي نادي كبير جدا ويستاهل انه يلعب في النادي الاهلي وحاجه كبيره جدا، لكن هم بيتكلموا كمان على مستوى اكبر لامام عاشور. عظيم. دقيقه بالظبط. بالظبط يا شباب. عالمي عالمي. اتفضل يا شادي. عايز اقول حاجه على هامش ميعاد ماتش النهارده. لو الموضوع طبعا ملوش اي علاقه بالموافقات الامنيه، دي مش قصتنا. ماشي. ليه يا جماعه ماتش الساعه 5 وسط الاسبوع؟ ليه؟ يا جماعه رجعونا نحب الكوره تاني في مصر. مش كفايه يا ابراهيم ان الماتشات كلها الاستاد فاضي؟ نعمل ماتش الساعه 5 يا ابراهيم. طب انا دلوقتي لو انا واحد بشتغل وظيفه هرجع امتى وهركب امتى وهروح امتى؟ ليه؟ عايز اخد عيالي معايا الاستاد. احنا كنا زمان واحنا كنت بروح الاستاد وانا قد كده الجامعه والمدرسه بروح اتبسط. ما تسهلوها شويه على الناس يا جماعه. خلوا الناس تروح تتفرج وتستمتع بالكوره ونرجع تاني. ايا كانت الساعه اللي موجوده 10000، خلي ال 10000 موجودين. مش تبقى في وسط الاسبوع ماتشات وسط الاسبوع في انجلترا بتتعمل الساعه كام؟ 10 بالليل. دقيقتك حلال يا ابني والله. الدقيقه بتاعتك حلال. حلو قوي. تستحقها. حلو قوي. تستحق تسقيفك. والله انا ما اعرفش هم بيعملوا فينا نقطه كده حلوه ليه. مهمه يعني قوي. بجد النهارده جمهور قليل قوي بصراحه. بجد والله يا ابراهيم مش بقول كده، انا بروح الاستاد من وانا صغير قوي. انا الاستاد بالنسبه لي فسحه. انا رايح اتفرج على الحاجه اللي انا بحبها، ما تقدرنيش. صح. دكتور ثابت. ثبات التشكيل من يستروب مهم جدا. واضح ان هو يعني ثبات التشكيل فارق معاه في الطريق او كده. تريزيجيه النهارده بيوصل للهدف ال11 ليه، ده يعني ان شاء الله يبقى موسم ليه من احسن المواسم التهديفيه، اعلى موسم في تاريخه جاب 16 جول، فهو ان شاء الله في الموسم ده يكسر الرقم ده. امام عاشور لعيب ساحر، وجوده في الفرقه بيغير شكل الاهلي. صحيح. يعني الاهلي قبل امام عاشور، عوده امام عاشور بيغير شكل اللي بيخليك تلعب كره ممتعه. سلاح ذو حدين. غيابه بيأثر جامد قوي على النادي الاهلي. طبعا. صحيح. مروان عثمان مكسب كبير قوي النهارده، مهاجم زي ما قال الكتابي يعني مكسب كبير. نفسي اشوف يوسف بالعمري، معرفش ليه ما تمش استدعائه، هيفرق كتير مع الاهلي لانه عنده قدرات هجوميه اكتر من كوكا بكتير. كوكا العرضيات بتاعته مش حلوه، بيقدم له دور دفاعي كويس، لكن على المستوى الهجومي مش زي يوسف بالعمري. حتى كان ممكن ياخده على الدكه ويديله بعض الدقائق عشان يجهزوا الماتش يانج افريكانز. بصفه عامه الاداء كله كويس. زيزو برده مكسب، مروان عثمان، امام، الفرقه كلها فيها استقرار. النهارده هو بيجهز فرقتين، حتى لما الدقيقه 65 جت بدا يجهز الفرقه الثانيه. عظيم. فيستروب بصراحه مدرب كبير. شابو. عايز اتكلم على حاجه خدت بالي منها النهارده في ماتش الاهلي ودجله، الفرق ما بين زيزو وبن شرقي في الحته دي على اليمين. المثلث اللي كان بيعمله الاهلي كان بيعتمد عليه ان بن شرقي بينزل بياخد معاه الباك فتظهر المساحه فيهاجمها زيزو. في اللقطه دي بن شرقي هيبقى احسن من زيزو، لان زيزو لما بينزل ممسوك وحد في ظهره والمساحات اضيق مش هيعمل الباصه صح. بن شرقي بيعملها احسن، وفي نفس الوقت لما زيزو هو اللي يهاجم المساحه هيروح هيبقى معاه وقته فيعمل العرضيه وهو مرتاح من غير مضغوط. لكن لما يكون زيزو هو اللي بينزل، مين اللي هيروح ياخد المساحه؟ لما امام عاشور يبقى شمال هيبقى ديانج. دي مش بتاعه ديانج. في نفس الوقت لو طلعت هاني مش هيعمل عرضيه زي زيزو، فالاحسن ان يبقى بن شرقي هو في الحته دي، ولكن هو ممكن يكون بيحط زيزو لان زيزو دفاعيا هيبقى احسن من بن شرقي في الضغط. حاجه ثانيه، ديانج قد يكون النهارده هو مثلا في اللقطه الشوطه اللي شالها الشناوي اللي كانت نقطه تحول في الماتش، ديانج هو اللي خسر الكوره فتسبب فرصه
وديانج ما كانش كويس في التحضير، ولكن ديانج في لقطتين مهمين جدا. ديانج كان في اوقات الباك بتاع زيزو بيزيد محمد هاني بياخده فبيدخل وينج جوه الملعب، كان اللي بيجيبه ساعات ديانج. حاجه ثانيه، الجون الثالث اللي بدا جه وده منظومه الدفاع اللي اتكلم عليها جونيوس، كان ايمن ديانج هو اللي قطع الكره واداها بعد كده وراحت لمين؟ لامام. اشكرك شكرا جزيلا. عمي وربنا حبيبي. عايز اسال بقى سؤال قبل ما نختم. يعني في درجه حراره 16 مئويه واحيانا توصل 15 في ماتش فيه الناس اصلا سقعانه والمدرجات فاضيه، الناس كلها سقعانه جدا جدا واللعيبه سقعانه واحنا سقعانين في البيوت والعالم كله سقعان في مصر. يعني هي الفيفا عندها علم بان احنا بنعمل كولينج بريك في التوقيت ده في الشتاء؟ بامانه الله الفيفا عندها علم باللي بيحصل ده يا جماعه ولا احنا ايه؟ انا مش قادر افهم يعني ايه كولينج بريك في درجه الحراره ديت. دي حاجه غريبه جدا جدا جدا. يعني الحكام بياخدوا القرار ده ازاي؟ يعني بيجي لهم جرأه ياخد القرار يصفر ويشربهم ميه في درجه الحراره دي. يا اخوانا انا ما اعرفش والله بجد بجد ده ازاي؟ ده ازاي الناس اللي في الدوري دي شايفه الموضوع ازاي؟ يعني اتحاد الكوره بقى والرابطه والناس شايفين الموضوع ازاي يا جماعه؟ شايفين الموضوع ازاي؟ طب لجنه الحكام شايفين الموضوع ازاي؟ من انهي وجهه نظر؟ يعني عايز وجهه نظر حقيقيه. يعني اللي اعرفه ان الكولينج بريك ده في درجات الحراره الحر حياحه، جو حر جدا جدا فالناس مش قادره، فلازم عملنا لهم كولينج بريك من بعد الكورونا، كان علشان خاطر درجات الحراره ديت واستمرت من بعد الكورونا. دي قصه حياتها اصلا، كولينج بريك دي قصه حياتها في درجات الحراره الكبيره، فالناس بتعرق بتفقد ميه كتير جدا جدا، فاحنا خايفين على الناس من كتر ما بيفقدوا ميه واملاح كتير، فاحنا عايزين نحافظ درجه حراره رهيبه جدا جدا بتوصل ل 38 و40 وكده، فاحنا عايزين ننقذ الناس اللي هتموت في الملعب ديت، فبنعمل لهم كولينج بريك. ده ايه بقى؟ ده ايه؟ ومعدي يعني ومعدي على الناس كلها. طيب هو ده اضراره ايه؟ انت بتكسر الريتم ليه؟ هو انا اصلا ناقص؟ يعني انا اصلا ناقص تكسير ريتم اصلا في الماتشات بتاعتنا لدرجه ان انا بعمل كده؟ ما احنا لسه بنتكلم امبارح واول امبارح عن ارضيه الملاعب. فدي واحده من ضمن الحاجات يا جماعه. فما اعرفش اخوانا، لازم يبقى يعني قلبنا على قلب بعض ونبقى مركزين كويس جدا جدا، وده سؤال مفتوح. حد يقول لنا هو احنا بنعمل كده ليه؟ كابتن بشكركم شكرا جزيلا. شكرا انت شفت كولينج بريك في اي حته في التوقيت ده؟ في اي بلد في الشتوي؟ لا صعب قوي. في حاجه اسمها كده؟ لا في الجو البرد ده لا بتبقى في حاجه اسمها كده؟ لا مش منطقيه خالص. موجوده يعني وانا ما اعرفش؟ مش منطقيه خالص. نفذتنا كولينج ايه في الكولينج اللي احنا فيه؟ ليه بتشرب حاجه دافيه يا بنت؟ احنا عايزين هيتر بريك، حاجه تسلك بقى، شاي بلبن كده يسلك بشويه جنزبيل بالقرفه ولا بتاع عشان ما ده المقصود. هو بس بجد فعلا انا عايز اعرف كمان طبيا يعني هل صح ان في البرد ده اللعيبه تقف؟ يعني هل ممكن ده يؤدي الاصابات ان هو يقعد يقف دقيقه او دقيقتين؟ غلط على الزيت، غلط على لا الموتور، بجد زيت والله. الموتور. يعني المفروض يبقى دايما سخن، ما اعرفش في درجات الحراره المنخفضه دي ايه الدنيا. والله ولا انا عارف. عم حسن يا كابتن، والله يا عم حسن انت وحشنا يا عم حسن. انت اكتر يا كابتن. متشكرين يا عم حسن، حبيبي يا كابتن، عبناك معانا. تأمرني يا كابتن. الامر لله وحده وما امرش عليك عدو ابدا. متشكرين يا عم مصطفى حبيبي يا عسلية. كابتن. والله العظيم ثلاثه مش عارفين نقول لكم ايه. حلقتنا خلصت. حبيبي. نشوفكم ان شاء الله باذن الله لو في العمر بقيه الاسبوع اللي جاي. مع السلامه عليكم ورحمه الله وبركاته.